السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي بس غير تقليدي شوية، علشان هعمله بورق السلق. بس مبدئيا كده علشان نبقى متفقين، هتعملوا كمية كبيرة عشان تبعتولي حبة. ما انا لازم استنفع برضه، مش تاخدوا الوصفة بدون مقابل. البلاد اللي متعرفش ايه هو السلق، ده الخضار اللي بيبقى ورقه عريض كده شوية، شبه ورق الجرجير او ورق اللفت بس حجمه اكبر، وبيتحط على القلقاس كمان. هو حد يقول لي يعني ايه قلقاس؟ علشان مش هعرف اوصفه. بس عموما هو القلقاس كده بتاع شبه الكوره كده ولونها بينك، ده بقى بيتحط عليه ايه؟ السلق. مش عارفه بقى اوصفه اكتر من كده. انا بقول للناس الحلوين اللي مش مصريين علشان المسميات بتختلف عندهم. المهم ان طعمه وهمي. كنت عامله معاه نوع محشي تاني، ده كله نزل عليه واول حاجه خلاص. كفايه بقى كل ده رغي. قبل ما نبدا في الوصفه، لو اول مره تشوفوا قناتي انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. جبت ورق السلق واخترت منه الورق العريض وغسلته كويس قوي، وبعدين هقطع العيدان بتاعته. في ورق منه عريض بيبقى حلو قوي وسهل قوي في الحشو بتاعه، وفي ورق بيبقى ناشف شويه زي ده كده، بيتعمل مفهوش مشكله خالص، بس بيبقى اصعب شويه في الحشو عشان بيبقى سهل انه يتكسر بسرعه. بس في كل الاحوال كله بيتعمل وكله بيمشي، مفيش اي مشكله خالص. الكميه دي تقريبا كانوا 9 حزم، بس انا اخترت الورق العريض، يعني صفوا تقريبا على 7 حزم تقريبا. قطعت العيدان كده وبعدين غليت ميه واحط فيها الورق. انا قسمت الورق على 2، الورق الطري لوحده والناشف لوحده. عموما الناشف ما كانش كتير عندي. حطيت الورق الطري لوحده عشان بياخد اقل من دقيقه في الميه السخنه، وبطلعه وبعدين بنزل الورق الناشف عشان بسيبه اكتر من دقيقه بشويه علشان يطرى اكتر. نخلي بالنا ما نسيبوش كتير علشان بيبقى ضعيف ما يتهريش، ما نعملهوش معامله الكرنب خالص. الخلطه بقى عندي عباره عن ايه؟ كوبايه ونص من الرز المغسول متصفي، طبعا الكميه على حسب ما انتوا حابين وعلى حسب كميه الورق اللي هتستخدموها، وربع كيلو لحمه مفرومه، وبصله كبيره مبشوره، وكوبايه من صلصه الطماطم معموله في البيت، وحزمه من البقدونس وكزبره وشبت متقطعه، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، ونص فنجان زيت على سمنه، وبس كده. هحط المكونات كلها على بعضها وهحط عليهم التوابل، معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا، وهقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي، اعجنهم كده عجن. نجيب الورق المسلوق وبحشي بقى من عند الجزء البارز اللي جوه اللي فيه العروق ديت، زي ما بعمل مع ورق العنب او الكرنب. بس العروق اللي في النص العريضه ديت بضغط عليها كده بايد السكينه علشان تطرى كده، ابططها كويس علشان تبقى طريه كده مش ناشفه. بوزع الخلطه من النص وبقفلها من الجناب وابرمها زي ما بحشي ورق العنب بالظبط. لو الورقه كبيره قوي بقسمها على 2، ولو صغيره بحط 2 جنب بعض. يعني في كل الاحوال بنتصرف، مفيش اي مشكله خالص، مفيش حاجه بتترمي. طبعا نسيت اقول لكم ان الورق الصغير قوي مش بسلقه، بسيبه للقلقاس. والعيدان اللي انا قطعتها ممكن تسلقوها وتحطوها تحت المحشي وهو بيستوي لو حابين. جبت بقى حلة وهحط فيها شرايح من البصل والطماطم، وممكن كمان تحطوا بطاطس لو حابين، وهرص عليها المحشي. طعم الطماطم والبصل لما بيستوي بيكون بقى نزل عليهم طعم الصوص بتاع المحشي، بيبقى حكايه. وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا عيدان السلق بعد ما تتسلق. سلق ويتسلق ده نحوي ده ولا ايه؟ بعد ما رصيتهم هحط عليهم طبق، وبعد كده هحط عليهم حاجه تقيله علشان وهو بيستوي ميتفكش مني ويقعد كده الخلطه تنط لبره. هجيب طبق فيه كوبايتين من الميه وهحط فيهم معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم، وشويه زيت او سمنه سايحه، وبقلب كل ده مع بعضه وبحطها على المحشي. ممكن ما نستخدمهاش كلها لو طلعت الكميه كبيره، بحط كده شويه وبحرك الحله علشان الميه تتوزع كويس، وبعدين برجع ازود تاني. بتبقى يدوب الميه بتبقى باينه من الصف اللي تحت كده، وبحطها في الاول على نار عاليه. اول ما تبتدي كده تغلي بسيبها شويه، وبعدين بهدي النار خالص علشان يستوي براحته. وكده خلاص المحشي استوى. طعمه حرفيا بيدوب في البق، مش زي اي محشي جربتوه قبل كده، انا متاكده طعمه ولا يا ولا. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. بس زي ما قلت لكم اعملوا حسابكم، اعملوا حلتين علشان تبعتوا لي واحده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.